السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هشرح ليكم أول درس في مادة العلوم، وهو بعنوان احتياجات النبات. فيلا بينا. أي نبات حوالينا بيتكون من جزئين أساسيين، إيه هما؟ جزء فوق سطح الأرض وجزء تحت سطح الأرض. والجزء فوق سطح الأرض بنسميه إيه؟ بنسميه بالمجموع الخضري. وده بيتكون من إيه؟ بيتكون من الساق والأوراق. والجزء التاني اللي هو تحت سطح الأرض بنسميه إيه؟ بنسميه المجموع الجذري. وده بيتكون من إيه؟ بيتكون من الجذر. والمجموع الخضري والمجموع الجذري كل واحد فيهم ليه دور مهم جدا. فالمجموع الخضري اللي هو الساق والأوراق مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن تكوين الغذاء وتوزيعه. والمجموع الجذري مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن تثبيت النبات في التربة وامتصاص الماء والعناصر الغذائية. والجذر كمان بيحمل شعيرات جذرية، واللي هي بتعمله إنها بتزود من امتصاص الماء من التربة. ودي أول وأهم خطوة علشان النبات يعيش، هي امتصاص الماء. والنبات في الأساس كائن حي منتج، يعني يقدر يصنع غذاءه بنفسه. وعلشان يقدر يصنع غذاءه بنفسه لازم تتوفر ليه مجموعة من الاحتياجات الأساسية. طب إيه هي الاحتياجات؟ أول احتياج وهو الهواء. والنبات بياخد من الهواء حاجتين، إيه هما؟ الأكسجين علشان يتنفس زي الإنسان والحيوان، لأن النبات برضو بيتنفس، وكمان طول ما هو على قيد الحياة بيتنفس، يعني طول الوقت بيتنفس. وثاني أكسيد الكربون علشان يدخل في عملية البناء الضوئي، علشان إيه؟ علشان يصنع غذاءه بنفسه. تاني احتياج وهو الماء، ودي بياخدها من التربة، والجذر هو اللي بيمتص الماء. تالت احتياج وهو ضوء الشمس، وضوء الشمس هو مصدر الطاقة اللي بيساعد النبات على تكوين الغذاء. رابع احتياج وهو مكان للنمو، مكان علشان يكبر ويكمل دورة حياته. والنباتات بتحصل على تلك الاحتياجات الضرورية ليه؟ علشان تصنع الغذاء والقيام بالعمليات الحيوية. واحنا عارفين ان النبات بيتكون من 3 اجزاء، جذر، ساق، اوراق. فتعالوا بقى نعرف وظيفة كل منهم. اول جزء وهو الجذر، والجذر ده بيعمل ايه؟ بيمتص الماء والعناصر الغذائية اللي موجودة في التربة. وقلنا ان الجذر بيحمل الشعيرات الجذرية، والشعيرات الجذرية هي اللي بتزود امتصاص الماء والعناصر الغذائية. وبعد ما الجذر بيمتص الماء والعناصر الغذائية بيوصلها للساق. طب ايه بقى وظيفة الساق؟ الساق هو اللي بيوصل الماء والعناصر الغذائية إلى الورقة. طب ايه هي بقى وظيفة الورقة؟ الورقة هي المصنع، والورقة دي مهمة جدا جدا. طب ليه هي مهمة؟ لأن هي المصنع، هي بتحتوي على مادة خضراء اسمها الكلوروفيل. المادة دي بتساعدها على إيه؟ بتساعدها على إنها تمتص ضوء الشمس. وكمان الورقة بتحتوي على فتحات صغيرة جدا اسمها الصغور، ومن خلالها بتمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء. يبقى كده الاحتياجات بقت موجودة. الجذر جاب المية والعناصر الغذائية، والساق وزعهم لحد الورقة، والورقة خدت ثاني أكسيد الكربون من الهواء وضوء الشمس من خلال الكلوروفيل. كل دول بيتجمعوا جوه الورقة، وبيبدأ النبات بعملية اسمها عملية البناء الضوئي. وفي عملية البناء الضوئي النبات بيصنع غذاءه بنفسه. بيصنع غذاء ليه؟ علشان يحصل على الطاقة، لأن الطاقة دي مهمة جدا جدا للنبات. مهمة ليه؟ علشان يقوم بالعمليات الحيوية. والنبات بيحتاج الغذاء زيه زي الإنسان أو الحيوان. ليه؟
بيحتاجوا الغذاء علشان هما بيحتاجوا طاقة، والطاقة دي بتيجي من الغذاء، والنبات بيصنع غذاءه بنفسه. أما الإنسان والحيوان مش بيعرفوا يصنعوا غذائهم بأنفسهم. فالنبات عنده ميزة جميلة جدا، إيه هي؟ إنه يقدر يصنع غذائه بنفسه بشرط إيه؟ بشرط توافر الاحتياجات اللي قلناها، اللي هي إيه؟ هواء، ماء، شمس، مكان للنمو. في سؤال في كتاب المدرسة بيقول: كيف تستفيد أجزاء النبات من الماء والهواء وضوء الشمس للقيام بالعمليات الحيوية؟ إزاي النبات بيستفيد من أجزائه؟ الإجابة: الجذور بتمتص الماء والعناصر الغذائية من التربة، وبعد ما تمتص الماء والعناصر الغذائية بتنقلهم للساق، والساق بياخد الماء والعناصر الغذائية يوديهم إلى الورقة، والورقة بتعمل إيه؟ بتقوم بامتصاص الضوء الشمس وأخذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء. ومن خلال بقى عملية البناء الضوئي بيتمكن النبات من صنع غذائه بنفسه، وبكده يحصل على الطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية. فمختصر الإجابة إنك بتشرح وظيفة كل جزء. فالنبات مش هيقوم بالعمليات الحيوية إلا بعد ما يحصل على الطاقة، فلما يتوفر ليه الغذاء هيقوم بالعمليات الحيوية. وفي سؤال تاني: ضع علامة صح أو علامة خطأ. يحتاج النبات للموارد الطبيعية في بيئته لينمو ويزدهر. الإجابة: صح. طب إيه هي الموارد الطبيعية؟ الموارد الطبيعية اللي في البيئة زي إيه؟ زي الماء والهواء والعناصر الغذائية وضوء الشمس، وهي اللي بتساعد النبات إنه ينمو ويصنع غذائه بنفسه، وبالتالي يحصل على الطاقة ويقوم بالعمليات الحيوية، وبالتالي ينمو ويزدهر. فعلشان كده الإجابة صح. طب تعالوا بقى ننتقل لموضوع مهم جدا، وهو مراحل نمو النبات. ازاي النبات بينمو ويزدهر؟ تعالوا ناخد مثال، وهو بذرة البرتقال. البرتقال لما بتاكله بيبقى جواه بذور، البذور دي بتنبت وبيطلع منها نبات صغير اسمه شتلة. الشتلة دي بنزرعها في مكان خاص، المكان الخاص ده اسمه مشتل. المشتل ده عبارة عن ايه؟ المشتل ده عبارة عن مكان بنزرع فيه النباتات لحد ما تصل إلى حجم معين، وبعد ما تصل للحجم المعين ده بناخد الشتلة ونزرعها في مكان تاني، وتفضل الشتلة تنمو وتكبر لحد ما تبقى شجرة كبيرة. يبقى كده البذرة أنبتت وبقت نبات صغير. النبات ده بيبقى اسمه شتلة. الشتلة دي بنزرعها في مكان خاص اسمه مشتل لغاية ما تصل لحجم معين، وبعد كده بناخدها نزرعها في مكان تاني وتفضل تكبر وتنمو لغاية ما تبقى شجرة كبيرة، وبعد كده بقى ايه؟ تكون لنا الثمار زي كده البرتقالة اللي بيبقى ايه؟ جواها بذور جديدة، وبعد كده بناخد البذور دي نزرعها وتكبر وتبقى شتلة وتكبر وتبقى شجرة كبيرة وتكون لينا ثمار تاني، وهكذا بقى. والكلام ده بينطبق على ايه؟ على شجرة معينة؟ لا، الكلام ده بينطبق على اي شجرة، اي شجرة، سواء بقى شجرة تفاح، شجرة عنب، اي شجرة. يبقى كده اي شجرة بتمر بمراحل، وهي البذور بتبقى شتلة، والشتلة بتبقى شجرة صغيرة، وبعد كده بتبقى شجرة كبيرة، وبعد كده بتكون ثمار، والثمار دي بيكون فيها بذور جديدة. وبعد ما عرفنا مراحل نمو النبات، تعالوا بقى نعرف أوجه التشابه والاختلاف بين احتياجات النبات والحيوان والإنسان. وهنبدأ بأوجه التشابه.
أوجه التشابه بين الثلاث كائنات الحية هو إنهم بيبقوا محتاجين ماء، هواء، غذاء، وبدون الماء والهواء والغذاء التلاتة هيموتوا. يعني مثلا لو الإنسان مشربش مية لفترة طويلة الإنسان هيموت، ولو ما تنفسش كذلك، ولو ما كلش كذلك. فالماء والغذاء والهواء مهمين جدا علشان يقدروا يعيشوا. أما بقى أوجه الاختلاف هو إنهم بيختلفوا في طرق الحصول على الغذاء. فمثلا النبات طول ما متوفر ليه احتياجاته هيصنع غذائه بنفسه من خلال عملية البناء الضوئي. أما الإنسان والحيوان مش بيقدروا يصنعوا غذائهم لنفسهم، فلما يعوزوا ياكلوا يبحثوا عن الغذاء علشان يحصلوا على الطاقة، يعني مش بيقدروا يصنعوا غذائهم. ففي حد بقى يجي يقولي طب ما احنا بنعمل الغذاء لنفسنا. لا، انت بتجهز الغذاء بس مش بتصنعه، لان في فرق كبير ما بين تجهيز الغذاء وتصنيعه. يبقى كده التشابه بين النبات والحيوان والإنسان إن هما التلاتة بيحتاجوا الماء والهواء والغذاء، والاختلاف اللي ما بينهم إن النبات بيصنع غذائه بنفسه، أما الإنسان والحيوان لا يستطيع. طب إيه هو بقى غذاء النبات؟ النبات بيصنع حاجة اسمها سكر الجلوكوز، وده المصدر الأساسي للطاقة. طب بيصنعه إزاي؟ من خلال عملية اسمها عملية البناء الضوئي. وفي تعريف مهم جدا جدا لعملية البناء الضوئي، ايه هو؟ هو عملية صنع أوراق النبات لغذائها. يعني الورقة هي المصنع، هي اللي بتصنع الغذاء. طب الغذاء بيتصنع ازاي؟ من خلال اتحاد الماء مع ثاني أكسيد الكربون في وجود ضوء الشمس. اللي هينتج بقى من العملية دي؟ ينتج عنها تكوين الغذاء. والغذاء ده عبارة عن ايه؟ سكر الجلوكوز زائد الأكسجين علشان النبات يتنفس، لأن النبات برضو بيتنفس. والأوراق بعد ما بتصنع الغذاء بتعمل ايه؟ بتوزعه على باقي أجزاء النبات. فعلشان كده بنسمي الورقة هي المصنع، لأن هي اللي تم فيها عملية البناء الضوئي وتكوين الغذاء. يبقى كده الغذاء النبات صنعه ازاي؟ صنعه في الورقة عن طريق ايه؟ عن طريق اتحاد الماء مع ثاني أكسيد الكربون في وجود ضوء الشمس. النبات هيكون ايه؟ هيكون سكر الجلوكوز والأكسجين علشان ايه؟ علشان يحصل على الطاقة ويقوم بكل العمليات الحيوية. وفي بقى ملحوظة مهمة جدا جدا، في حاجة اسمها احتياجات أساسية للنبات وحاجة اسمها احتياجات غير أساسية. طب ايه هي الاحتياجات الأساسية وايه هي الاحتياجات الغير أساسية؟ الاحتياجات الأساسية الماء، الهواء، وضوء الشمس. ولو ما توفروش النبات هيموت، لأنه مش هيقدر يعمل عملية بناء ضوئي ومش هيكون لنفسه غذاء، فمش هيقدر يقوم بالعمليات الحيوية، فبالتالي النبات هيموت. فعلشان كده الاحتياجات الأساسية ماء، هواء، ضوء شمس، فدي بدونهم النبات هيموت. علشان كده دي احتياجات أساسية. ايه هي بقى الاحتياجات الغير أساسية؟ التربة والسكر. والتربة أي نبات ممكن ينمو من غير التربة، زي لو زرعناه في قطن أو منديل مبلل النبات هينمو عادي وهيزدهر. لكن في وجود التربة النبات بيبقى أفضل وأحسن. فتلاقي في التربة العناصر الغذائية اللي تخلي النبات أقوى ويزدهر بصحة كده. وبرضو مش محتاج إننا نديه سكر، لأن هو مش محتاج السكر اللي احنا بنديهوله، لأن هو أصلا بيصنع لنفسه سكر. فأنت اديتله سكر أو ما اديتلوش عادي مش هيحصل له حاجة، هو كده كده بيصنع لنفسه سكر عن طريق البناء الضوئي. وبكده نكون خلصنا شرح الدرس الأول، وأتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا. بس ما تنسوش تراجعوا على الأسئلة اللي قلناها مع بعض
وانتظروني في الفيديو الجاي، وإلى اللقاء في فيديو آخر.